الأتوبيس الترددي خلاص اشتغل، وده بقى اللي هيحل أزمة المواصلات والزحمة والتكدس اللي بيبقى موجود دايما على الطريق الدائري. تعال أقول لك إيه اللي حصل. الأتوبيس الترددي ده اشتغل بشكل تجريبي من نزلة أليوب لغاية أكاديمية الشرطة بواقع 14 محطة من أصل 48 محطة. هيكون متوفر حوالي 100 أتوبيس من الأتوبيس الترددي دوت. الأتوبيسات كلها طبعا صناعة مصرية 100% ومكيفة طبعا بشكل كامل. كمان هيتم توفيرهم وربطهم ب مواقف العربيات وحتى ساحات الانتظار عشان يشجعوا الناس ان هم يركنوا عربياتهم ويركبوا الاتوبيس الترددي. تقدر توصل له من طريق الانفاق او حتى من خلال كوبري المشاة، يعني هتوصل له بكل سهولة. بالنسبة لأسعار التذاكر، لو 4 محطات 5 جنيه، لو 9 محطات هتدفع 10 جنيه، لو 14 محطة هتدفع 15 جنيه. طبعا الاتوبيس مكيف بشكل كامل، جوه كل محطة في مكان ليه تقطع منه يعني تذاكر وبوابات عبور، وقريب كمان هيبدأ يبقى فيه تطبيق موبايل تقدر ان انت تحجز من خلاله تذكرتك اونلاين بكل سهولة. الاتوبيس مكيف بالكامل، طبعا في وصلات يعني في يو اس بي عشان تقدر تشحن الموبايل، في مقاعد خاصة لذوي الهمم، في مكان تقدر فاقدي البصر يمشوا فيه. طبعا الاتوبيس ده اتنشأ في الطريق الدائري، وبالتالي ممنوع اي ميكروباص يبقى واقف في مكان الطريق بتاع الاتوبيس الترددي ده. وعشان كده كمان الدولة هتعمل لهم طريق مخصوص بعرض 10 متر على الجنبين على الطريق الدائري علشان يوسعوا للاتوبيس الترددي. بصراحة اختراع هايل من الدولة، هيوفر فعلا وقت وزحمة كتير، خاصة ان الاتوبيس ده بيشيل 66 راكب، يعني متوقع ان هو ينقل 3200 راكب في خلال الساعة الواحدة في الاتجاهين. طبعا هيخف تماما من التكدس والزحمة اللي بتحصل على الطريق الدائري. تاني مرة اختراع هايل بصراحة، فأتمنى إن شاء الله لما خلاص يتم تطبيقه بشكل رسمي، لأن هو من قبل شهر يوليو اللي جاي خلاص الأتوبيس ده هيكون تم تشغيله بشكل رسمي وبشكل كامل. أتمنى بقى الناس تحافظ عليه من جوه، وأتمنى كمان بتوع الميكروباصات بقى يعني ما يخالفوش القواعد والقوانين اللي حطها الدولة عشان الأتوبيس الترددي يمشي بشكل كامل وبشكل صحيح. انتوا بقى قولولي في كومنتات ايه رأيكم في الأتوبيس الترددي، وتفتكروا فعلا هيخف الزحمة والتكدس من على الطريق الدائري ولا لأ؟